الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الموديل ديال جينيتيك اس 4 ان شاء الله اللي غادي نكملوه ضمن السلسله ديال كومبروندر لا بيولوجي اللي فيها الموديل ديال البيوشيمي الانزيمولوجي، فيها اللي ان شاء الله غادي تكون فيها الفيزيولوجي انيمال اللي غادي تقرا مع بروف واحد اخر. وغادي نبداو ان شاء الله في هاد بلاي ليست اللي غادي نهضروا لكم فيها جوست على لا جينيتيك بيان سور د الاس 4. غادي ندرسوا فيها كل ما يتعلق جينيتيك كو سا زعما الابلويد ولا الديبلويد، داكوغ، في المونوهيبريديزم ديبريديزم انسي دو سويت غادي نتريتيوها كاملين. ولكن قبل ما ندوزو نشرحوا كل حاجه بوحدها ضروري ما اننا خاصنا نذكروا او نعرفوكم بالمصطلحات تكونوا عارفينها قبل ما نبداو في الشرح ديال اي حاجه. مثلا شنو هي ان جين، شنو هو اليل، شنو هو فينوتيب، شنو هو جينوتيب، هيتيروزيغوت، هوموزيغوت انسي دو سويت، داكوغ. دونك خليكم معنا. غادي هاد الحصه هذه غادي تكون خصوصا تعريفيه المصطلحات الكبار اللي عندها وزن ثقيل. بيني وبينكم الا ما كنتوش عارفينهم من الافضل تمشيو تقلبوا عليهم قبل ما تدخلوا في الديتاي ديال الدرس، لانهم هما المفتاح وهادو امور مهمه باش نفهموا البارتي اللي كنا قريناها في الباك. من الافضل نرجعوا ليها في المونوهيبريديزم والديبريديزم كنا شفنا باش اننا نزيدوا نشوفوا الابلويد والديتاي اكثر. هنا غادي نوقفوا على المصطلحات الاساسيه اللي غادي نشوفوها في هذا الموديل ديال الجينيتيك، داكوغ. من اهم المصطلح اللي خاص نكونوا عارفينه هو ان جين. سي كوا ان جين، داكوغ. دونك كيف ما كتعرفوا في لو كور ديالنا عندنا تقريبا 70,000 مليار سيلول. دونك شاك سيلول عندنا سي سكون ابل لو ماتيريال جينيتيك. هاد لو ماتيريال جينيتيك اون فان دو كونت كناخذوا منه ان جين، داكوغ، اللي كيكون لنا لاصق في ان كروموزوم، داكوغ، ان كروموزوم. دونك لو كروموزوم ا لوريجين ديالو سي l'ensemble ديال لي جين مسؤولين على دي كاركتير بريسي. لا دوزيام définition c'est la phénotype. C'est quoi un phénotype? D'accord? Donc, عندنا في la cellule des chromosomes. chez l'homme عندنا 140 chromosomes أو لا كنقولوا 23 paires chromosomes. فهاد 23 paires de chromosomes عندنا 22 c'est ce qu'on appelle des chromosomes autosomales. وعندنا un paire de chromosomes c'est ce qu'on appelle le chromosome sexuel. Donc يكون فيه XX ou la XY, ça dépend le sexe soit mâle ou la femelle. D'accord? Donc un phénotype, comme définition, où chaque caractère peut se manifester par plusieurs phénotypes. Donc on parle, باش نفهموا phénotype مزيان خاصنا نكونوا عارفين بلي في الكروموزوم ديالنا عندنا دي جين، وهاد لي جين lors de l'expression ديالهم كيعطيونا ان phénotype اللي يقدر يكون كولور دي زيو، الشكل ديال الشعر واش رطب ولا حرش، داكوغ. دونك هذا سي سكون ابل ان فينوتيب كنكونوا وارثينو من الاباء ديالنا، كيتسمى ان فينوتيب، وهو اللي غادي نتبازاو عليه باش نبقاو ندرسوا لي كاركتير في داك الجداول ديال اللي كنا شفنا في الباك. فينوتيب واش ليس واش ريجيد انسي دو سويت. الوغ ديرون ليكزارسيس في لا جينيتيك غنكونوا كنقولوا فينوتيب، لكن غادي نبقاو نرمزوا له دائما بهذا الرمز هذا. دونك الحاجه اللي غادي تكون هنا مثلا غران ا غادي نقولوا سي ان فينوتيب، داكوغ. اون باس troisième définition, un allèle. C'est quoi un allèle? Comme définition, chaque gène peut exister sous plusieurs formes et chaque forme s'appelle un allèle. D'accord? Donc chaque gène a la représentation dialogue de la génétique, c'est ce qu'on appelle un allèle. Il peut être dominant, il peut être sauvage ou l'escon muté. Je vais par la suite un allèle muté ou un allèle sauvage. D'accord? Donc, باش نفهموا مزيان la dominance et la récessivité. ناخذ واحد ليكزومبل. مثلا نهضروا على الكولور دي زيو. مثلا الاب ديالك عنده كولور نوار في لي زيو ديالو، والام ديالك عندها كولور مثلا فيغ باغ اكزومبل. انت خرجوا عندك دي كولور نوار في لي زيو ديالك. دونك شنو غادي نقولوا هنايا؟ شكون هو لو دومينون؟ واش الكولور نوار ولا الكولور فيغ؟ En ce cas, on dit que couleur noire elle est dominante على الكولور فيغ. علاش؟ لانه هو اللي تبريزونطا فيك انت كوم ان انديفيدي دو جينيراسيون سويف. دونك فهمنا بلي لي كولور اللي كيخرجوا لينا لانديفيدي جديد هو اللي كيبين لا ريسيسيفيتي ولا دومينونس. الكولور الا بان لينا شي لا جينيراسيون جديده، دونك كنقولوا بلي داك الكولور هو لو دومينون، واللي ما بانش كيبقى ريسيسيف. ماشي معني ما كاينش، كاين مي إلي سو فورم ريسيسيف، متنحي ما كيبانش، يقدر يبان في لي فيتور جينيراسيون. دونك ليكزومبل ديال الكولور ديال الريسيسيفيتي هو داك الكولور فيغ اللي كان عند الام ديالك وما بانش فيك انت. دونك هذا كولور فيغ سي ان كولور ريسيسيف لانه ما بانش فيك انت، ولكن هادشي كيعني انه كاين عندك في لا ديال ديالك، غير هو سو فورم ريسيسيف متنحي ما غاديش يبان.
دونك في لي زيكزارسيس ديالنا غادي نكونوا كنهضروا على لا دومينونس لا ريسيسيفيتي بواحد الطريقه مغايره. مثلا الا هضرنا على واحد لو كاركتير ا كتبناه كبيره تو ان فينوتيب باردون كيف ما قلنا قبيله ان فينوتيب كنرمزوا له بهذا الرمز. دونك هذا سي ان فينوتيب ا. دونك هذا الا رمزنا له ا كبيره سا فو دير ان فينوتيب دومينون. ناخذوا ليكزامبل دو ريسيسيف غادي يكون بحال هذا الشكل هذا. دونك هذا سي ان كاركتير ريسيسيف. داكور. On va passer maintenant locus. C'est quoi un locus? Donc c'est un emplacement de gène dans le chromosome. كيف ما كنعرفوا بان لي كروموزوم سي لونسومبل دي جين. دونك شاك جين غيكون بوزيسيوني في واحد لا بوزيسيون. هذيك لا بوزيسيون اللي فيها هذاك لو جين سي سكون نابيل ان لوكس. وغالبا كنرمزوا له بحال هكا. غادي نشوفوا ملي نكونوا كنحسبوا في لا ديستونس كنرمزوا له بحال هكا. دونك لو جين غيكون عندي هنايا. داكور. الوغ باش نفهموا سي كوا ان هوموزيغوت و هيتيروزيغوت. كيف ما كتعرفوا حنا نو سوم دي زانديفيدي ا دو زي. داكور. دونك عندنا ان كاركتير كنجيبوه من الاب ديالنا وكاركتير من الام ديالنا. ناخذوا مثلا الكولور دي زي. دونك الكاركتير اولا داك لو جين اللي مسؤول من الكولور دي زي ولي جين اللي مسؤول من الاب ولي او الا كانوا ايدونتيك يعني ا سور ا كانوا بحال سي سكون ابل هوموزيغوت. كو سا سوا ا سور ا ولا بوتيت ا سور بوتيت ا شي غنشوفوا في لي زيكزارسيس فراه تنقولوا باللي الي هوموزيغوت. ولكن إلا جبنا دو كاركتير دو زاليل باردون qui ont différent grand A il est différent que petit a. Dans ce cas on parle de l'hétérozygote tout simplement. هنايا غادي نكونوا سالينا هذه الحلقه هذه اللي هي صراحه كانت غير تعريفيه بان الموديل غادي يكون ان شاء الله وبدايه انتروداكسيون للموديل. الحلقه الجايه غادي نديطايو فيها غادي ندخلوا فيها لو كور وغادي نشرحوه ايتاب باغ ايتاب اللي غادي نشوفوا فيها دي بلويد اون ديتاي وغادي نزيدوا ان شاء الله مع لا كونتينيتي ديال لي زاكس اللي عندنا في ليكو. داكور. دونك كنشكركم على المشاهده. بيان سور بغيتو تشجعونا راكم عارفين شنو ديروا. جيم ولايك الكومونتير بارطاج وتنتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.